مساء الفل على كل حبايبنا في صفحة حصريات الأهلي. مساء الفل على كل إخواتي وكل حبايبي. موضوع بس مشاركة الأهلي الأفريقية. بمجرد بس ما الاتحاد المصري أعلن إن الأهلي ممكن يشارك في بطولة دوري الأبطال السنة اللي جاية. طبعا إخواتنا الزملكاوية لازم هيزيدوا، متعودين منهم على كده طبعا، وكلهم هيطلعوا هيهيسوا كلام. وطبعا كلنا عارفين بندق وفستق والجماعة دول. لدرجة إن في مسؤولين امبارح اتكلموا في بعض القنوات إن إزاي إن الأهلي يشارك، وإن في نظم ولوائح، وإن القانون ده لو هيطبق أو القرار ده لو هيطبق يطبق من السنة اللي جاية مش من السنة دي. طبعا علشان النظم واللوائح. فاللي أنا بس عايز أتكلم فيه، بما إنك بتتكلم في نظم ولوائح، ما تبقاش واكل قوت الغلابة كده ونصاب. وعليك فلوس لطوب الأرض ولسه ما حلتش مشاكلك، وانت عارف ان اتحاد الكورة أصلا عمال يجدول ويأجل في مواضيعك علشان موضوع الرخصة الأفريقية، وتيجي تتكلم عن أحقية الأهلي في المشاركة أو لأ، أو عدم مشاركة الأهلي أو مشاركة الأهلي من عدمها. دي حاجة انت مالكش تتكلم فيها خالص، لأن الأهلي هو لو بيشارك أو هيشارك فهو بيشارك علشان هو براند للقارة كلها. تاريخه اللي عمله السنين اللي فاتت كلها، والإنجازات اللي كلنا طبعا عارفينها. فأنت ما تتكلمش في النقطة دي خالص. حتى لو أنت بتتكلم إن فرق جامدة زي الأهلي تشارك والوداد، وده هيأثر عليا إن أنا ممكن أوصل إن أنا أخد البطولة وأوصل كأس عالم. فأنت بس كده يعني شد حيلك الأول وخلص موضوع الرخصة ده، وبعد كده عدى دوري المجموعات اللي انت اصلا من تقريبا من 3 4 سنين ما عديتوش لما كنت بتشارك في دوري الابطال. ف يعني رجاء كده اخواتنا الزملكاويه يعني اهدوا علينا، احنا مش عارفين ايه هو الكابتن حسام حسن السبب في اللي بيحصل ده بعد اللي عمله في كاس العالم. خلاكوا عندكم طموح ان انتوا تروحوا كاس عالم كمان وتاخدوا افريقيا. فظبطت خالص الصراحه. مساء الفل على حبايبي. مساء الفل على كل حبايبنا في صفحة حصريات الأهلي. مساء الفل على كل إخواتي وكل حبايبي. موضوع بس مشاركة الأهلي الأفريقية. بمجرد بس ما الاتحاد المصري أعلن إن الأهلي ممكن يشارك في بطولة دوري الأبطال السنة اللي جاية. طبعا إخواتنا الزملكاوية لازم هيزيدوا، متعودين منهم على كده طبعا، وكلهم هيطلعوا هيهيسوا كلام. طبعا كلنا عارفين بندق وفستق والجماعة دول. لدرجة إن في مسؤولين امبارح اتكلموا في بعض القنوات إن إزاي إن الأهلي يشارك، وإن في نظم ولوائح، وإن القانون ده لو هيطبق أو القرار ده لو هيطبق يطبق من السنة اللي جاية مش من السنة دي. طبعا علشان النظم واللوائح. فاللي أنا بس عايز أتكلم فيه، بما إنك بتتكلم في نظم ولوائح، ما تبقاش واكل قوت الغلابة كده ونصاب. وعليك فلوس لطوب الأرض ولسه ما حلتش مشاكلك، وانت عارف ان اتحاد الكورة أصلا عمال يجدول ويأجل في مواضيعك علشان موضوع الرخصة الأفريقية، وتيجي تتكلم عن أحقية الأهلي في المشاركة أو لأ، أو عدم مشاركة الأهلي أو مشاركة الأهلي من عدمها. دي حاجة انت مالكش تتكلم فيها خالص، لأن الأهلي هو لو بيشارك أو هيشارك فهو بيشارك علشان هو براند للقارة كلها. تاريخه اللي عمله السنين اللي فاتت كلها، والإنجازات اللي كلنا طبعا عارفينها. فأنت ما تتكلمش في النقطة دي خالص. حتى لو أنت بتتكلم إن فرق جامدة زي الأهلي تشارك والوداد، وده هيأثر عليا إن أنا ممكن أوصل إن أنا أخد البطولة وأوصل كأس عالم. فأنت بس كده يعني شد حيلك الأول وخلص موضوع الرخصة ده، وبعد كده عدى دوري المجموعات اللي انت اصلا من تقريبا من 3 4 سنين ما عديتوش لما كنت بتشارك في دوري الابطال. ف يعني رجاء كده اخواتنا الزملكاويه يعني اهدوا علينا، احنا مش عارفين ايه هو الكابتن حسام حسن السبب في اللي بيحصل ده بعد اللي عمله في كاس العالم. خلاكوا عندكم طموح ان انتوا تروحوا كاس عالم كمان وتاخدوا افريقيا. فظبطت خالص الصراحه.
مساء الفل على حبايبنا. مساء الفل على كل حبايبنا في صفحة حصريات الأهلي. مساء الفل على كل إخواتي وكل حبايبي. موضوع بس مشاركة الأهلي الأفريقية. بمجرد بس ما الاتحاد المصري أعلن إن الأهلي ممكن يشارك في بطولة دوري الأبطال السنة اللي جاية. طبعا إخواتنا الزملكاوية لازم هيزيدوا، متعودين منهم على كده طبعا، وكلهم هيطلعوا هيهيسوا كلام. طبعا كلنا عارفين بندق وفستق والجماعة دول. لدرجة إن في مسؤولين امبارح اتكلموا في بعض القنوات إن إزاي إن الأهلي يشارك، وإن في نظم ولوائح، وإن القانون ده لو هيطبق أو القرار ده لو هيطبق يطبق من السنة اللي جاية مش من السنة دي. طبعا علشان النظم واللوائح. فاللي أنا بس عايز أتكلم فيه، بما إنك بتتكلم في نظم ولوائح، ما تبقاش واكل قوت الغلابة كده ونصاب. وعليك فلوس لطوب الأرض ولسه ما حلتش مشاكلك، وأنت عارف إن اتحاد الكورة أصلا عمال يجدول ويأجل في مواضيعك علشان موضوع الرخصة الأفريقية، وتيجي تتكلم عن أحقية الأهلي في المشاركة أو لأ، أو عدم مشاركة الأهلي أو مشاركة الأهلي من عدمها. دي حاجة أنت مالكش تتكلم فيها خالص، لأن الأهلي هو لو بيشارك أو هيشارك فهو بيشارك علشان هو براند للقارة كلها. تاريخه اللي عمله السنين اللي فاتت كلها والإنجازات اللي كلنا طبعا عارفينها. فأنت ما تتكلمش في النقطة دي خالص. حتى لو أنت بتتكلم إن فرق جامدة زي الأهلي تشارك والوداد، وده هيأثر عليا إن أنا ممكن أوصل إن أنا أخد البطولة وأوصل كأس عالم. فأنت بس كده يعني شد حيلك الأول وخلص موضوع الرخصة ده، وبعد كده عدى دوري المجموعات اللي انت اصلا من تقريبا من 3 4 سنين ما عديتوش لما كنت بتشارك في دوري الابطال. ف يعني رجاء كده اخواتنا الزملكاويه يعني اهدوا علينا، احنا مش عارفين ايه هو الكابتن حسام حسن السبب في اللي بيحصل ده بعد اللي عمله في كاس العالم. خلاكوا عندكم طموح ان انتوا تروحوا كاس عالم كمان وتاخدوا افريقيا. فظبطت خالص الصراحه. مساء الفل على حبايبي.